نزلت تجري على السلالم بتبص وراها بخوف كأنها بتهرب من وحش كاسر. وصلت لباب الشقة وخبطت جامد لحظات وفتحت لها مجيدة الباب عشان تقول لها باستغراب مالك يا بنتي. هزت راسها وهي بتتنفس بصعوبة ودخلت للشقة بسرعة، ومنها دخلت لأوضة عاصم وقفلت الباب جامد عشان تقول مجيدة باستغراب مالها البت دي؟ يا خوفي منك يا عاصم لا يكون عمل للبت حاجة، وفيها ايه يعني ما هي مراته. سمعت ضحكات خفيفة جاية من جنبها عشان تبص تلاقي عاصم واقف قدام الباب بيضحك. مسكته من ودنه كأنه طفل صغير وقالت له بضيق نيلتي ايه يا واد يا عاصم؟ البت نازلة من فوق وشها مخطوف ومش عارفة تاخد نفسها. ضحك وهو بيبعد ايد امه عن ودنه وبيقول لها ايه يا امي هو انا عيل مراهق؟ الحكاية كلها ان نور قطع فهي اتخضت بس خيب عليك وعلى امك. وسعت عينه بدهشه وهو بيقول باستغراب هو مش انتي قلتيلي مالكش دعوه بيها دي ضيفه لحد ما نلاقي حل؟ قالت مجيده بضيق وانت لازم تبقى مطيع قوي يعني؟ البت زي القمر وشكلها بتحبك يا لوح. على رأي المثل ماذا يفيد البوح والبعيد لوح. بص لأمه بذهول. ايه اللي حصل لأمه؟ لا هي أمه راحت فين من الأساس؟ طب وتهاني؟ قالت مجيدة وهي بتتنهد بضيق وقلة حيلة بص يا ابني أنا ما بكرهش مراتك والله بالعكس أنا بعملها زي رؤى، بس أنا بكره تصرفاتها. لو الموضوع في إيدي لو خيروني بين حلم وتهاني ليك هختار حلم على طول. البت هادية وطيبة ما تسمع لهاش حس، عسولة قوي. هز راسه بالموافقة وهو بيبتسم عشان يلاقي امه بتنغزه في كتفه وبتقوله بضيق ما تتحرك يا لوح انا هروح اعمل العشاء كتكل قرف عيال تشل ان كنت انت ولا المحروس اختك. ومشيت وراحت ناحية المطبخ عشان يضحك عاصم ويروح لأوضته اللي ساكنة فيها حلمه السعيد. اما حلم فدخلت للأوضة بسرعة وقعدت على السرير وحاطت ايديها على قلبها يمكن يهدى. لسه بتشم ريحة عطره وكأنه لسه واقف قدامها. هي لحظات قليلة اللي ضمها فيهم. هي ما حستش بالأمان من سنين طويلة زي ما حست بيه في الوقت ده. حست بالضيق لما افتكرت انه اكيد اكتشف امرها. هي ما كانتش عايزاه يعرف انها هي لانه ما بيحبهاش، هو بيحب مراته، لكن اكيد بعد ما عرف انها هي هيشفق عليها. هي مش عايزة منه شفقة. ابتسمت ابتسامة حزينة لما افتكرت وهي صغيرة كانت دايما تقوله انها هتتجوزه لما يكبروا، وهو كان بيزعق لها لانها لسه صغيرة وما ينفعش تقول الكلام ده ابدا. فقت على صوت خبطات على الباب فافتكرتها مجيدة. تعالي يا ماما. فتح الباب وبص عاصم براسه وهو بيقول بابتسامة ومرح طب ما ينفعش عاصم؟ اتغير لونها ووسعت عينيها بتوتر. دخل الأوضة وقفل الباب وراه عشان تتنفض وتقف وتقول بتوتر انت قفلت الباب ليه؟ عادي يعني يا بنتي وبعدين انا جوزك يعني مش حد غريب. وراح ناحية السرير عشان تبعد هي. رمى نفسه على السرير وقال بمرح ياه الواحد كان وحشه سريره قوي. وبص ناحيتها عشان يلاقيها بصة في الأرض وبتفرك ايديها بتوتر. اتعدل في قعدته وقال صحيح انت جريتي ليه لما النور جه؟ انا يا دوبك قلت حلم وكنت عايزه اقولك خلي بالك من الازازه اللي على الارض لقيتك طلعتي تجري. رفعت وشها وهي بتبص باستفهام واتنهدت براحه. واضح انه ما اكتشفش امرها، هي بس بتتوهم. ابتسمت بتوتر وقالت ابدا اصل انا بخاف من الضلمه. قام من مكانه وراح ناحيتها ووقف قدامها عشان قلبها يعلن الحرب. هي بتقسم انه هو على وشك يسمع دقات قلبها العاليه، خصوصا لما حط ايده تحت دقنها وبص في عينيها وقال بحنان ينفع تخافي وانا موجود؟ ده حتى يبقى عيب في حقي. اين الهواء؟ اين الهواء؟ رئتيها بتصرخ اين الهواء؟ عاصم سلب أنفاسها بعواطفه الجياشة الحنونة وحست بيه بيقرب ناحيتها عشان توسع عينيها بفزع. أنقذها في اللحظة دي صوت مجيدة وهي بتنادي بصوت عالي من بره الأوضة يا عاصم يا حلم يلا يا ولاد العشاء جاهز. جريت من قدامه غضبانة ووقف هو مكانه بينفخ بضيق وبيقول ربنا يسامحك يا أمي. وخرج من الأوضة عشان يلاقي حلم قاعدة على ترابيزة السفرة مع أبوه وأمه وطمطم كالعادة بتبص للأرض وبتفرك إيديها بتوتر. بص ناحية أمه عشان يلاقيها بتبتسم بخبث. كان عاوز يضحك لكن سمع صوت أبوه وهو بيقول اقعد يا عاصم كل. صدقني مش قادر معدتي على آخرها. أنا طالع أنام تصبحوا على خير. وخرج من الشقة بسرعة وراح لشقته وهو بيفكر فيها هي وبس. روان اسمعيني يا روان،
قالها عمرو بلهفة وهو بيجري وراها وهي رايحة ناحية أوضتها بسرعة. كانت هتقفل الباب لكنه منعها إنها تقفله. وقفت قدامه بتصرخ وتقول وهي دموعها بتنزل: انت عايز مني ايه؟ مش خلاص خدت كل حاجة واتأكدت ان انا شريفة وما خنتكش؟ عايز مني ايه؟ صرخ بعنف وقال: انا ما اغتصبتكيش يا روان، اللي حصل كان برضاكي. عيطت وقالت وهي بتبصله بألم: عارفة انه كان برضايا، بس عارف انا وافقت ليه؟ عشان اخلص من كلامك المهين وتجريحك ليا في الرايحة والجاية، عشان اخلص من نظرات القرف اللي كنت بتبصها لي كل ما عينك تقع عليا. انهارت على الارض وهي بتعيط عشان يغمض عينه وتنزل دموعه. يا ريته ما هنهاش بكلماته السامة دي. هو كان عارف في قرارة نفسه انها بريئة، لكنه كان عايز بشتى الطرق يكره قلبه فيها. وسعت عينه بفزع لما سمعها وهي بتقول بألم: الغلطة غلطتي انا اللي حبيتك وكنت عايزة اكمل حياتي معاك. بتحبيني؟ قالها عمرو بصدمة جمدت جسمه. هي كانت بتحبه وعايزة تعيش معاه، لكنه كان احمق غبي. عمل ايه؟ نزل على ركبته جنبها وقال: روان انا قطعته قبل ما يكمل الكلمه وبصيت له بشراسه وقالت بحده: طلقني يا عمرو، انا مش هعيش معاك يوم واحد، لو راجل وعندك كرامه طلقني. نزل راسه بخزي وهو بيهز راسه بالموافقه وقال بمراره: حاضر هطلقك، بس مش قبل ما اخد حقك. قالها وخرج من الاوضه بسرعه عشان تبتسم هي بسخريه. كانت بتعتقده مختلف، لكن أثبت إنه زي الكل. أما هو ففضل يخبط راسه في الحيط بعنف ودموعه بتنزل بألم. هو بغبائه ضيعها من بين إيديه، وقرر عمرو يدفع هاني تمن اللي حصل ده غالي. في صباح اليوم التاني اتحججت تهاني لأمها إنها هتروح تزور صاحبتها. خرجت من بيتها وراحت لصيدلية، اشترت شريط إقراص منومة، خبته في شنطة ايديها وركبت عربية تاكسي وقالت للسواق العنوان. وقعدت هي على الكنبة اللي ورا بترتب افكارها كويس. هي لازم توهمه ان حصل ما بينهم حاجة عشان يصدق انه هو ابو اللي في بطنها. بلعت ريقها بتوتر وهي بتدعي ربنا ان الموضوع ده يمر على خير. بعد شوية وقف السواق قدام القصر ونزلت تهاني بسرعة وحاسبت السواق. اخدت نفس عميق كأنها بتشجع بيه نفسها عشان تدخل جوه القصر، وطبعا الحرس ما وقفهاش لانهم عارفينها. وقفت قدام الباب وخبطت وقلبها كان بيدق بعنف. لحظات وفتحت لها الخدامة الباب. دخلت تهاني من غير ما تبص للخدامة، فبصت لها الخدامة بضيق من عجرفتها. وقفت في بهو القصر الواسع تبص لفخامته وابتسمت ابتسامة خبيثة: قريب قوي كل ده هيبقى ملكي انا. تهاني سمعت صوته وهو بيقول اسمها باستغراب من وراها. لفت له بسرعة وهي بتبتسم ابتسامة واسعة عشان تتصدم من شكله. ملامحه تعبانة شاحبة، عينه حمرة، شعره منكوش، واضح عليه انه مدقش طعم النوم. ابتسمت وقالت بتوتر: انا كنت جاية اقعد مع رؤى شوية، الا هي فين صحيح؟ قبض على ايده جامد وقال ببرود عكس النار اللي جواه: رؤى عند نرمين اختي. نفخت براحة، خطتها قربت تتنفذ بنجاح. معقولة؟ أنا أسفة، ما كنتش أعرف. على العموم أنا همشي، بس ممكن كوباية مية؟ هز راسه وهو بيقول بشرود: حاضر يا نعا. قطعته بسرعة وقالت: لا ملوش لزوم تتعب حد، أنا عارفة طريق المطبخ، هشرب وامشي على طول. ودخلت بسرعة للمطبخ وهي بتنفخ براحة عشان تسألها الخدامة: عايزة حاجة يا بنتي؟ بصت لها بغيظ وقالت بغضب: وانتي مالك انتي؟ روحي شوفي كنتي بتعملي ايه. راحت تهاني تدور على علبة البن ونعمة بتبصلها بضيق وقالت في نفسها: ربنا يردك سلمى يا رؤى يا بنتي. اما بره القصر فوقفت عربية جيب سودا قدام البوابة. طلع الشخص اللي فيها بطاقته قدام الحراس ففتحوله البوابة بسرعة عشان تدخل العربية جوه الفيلا وتقف قدام باب الفيلا الداخلي. اتفتح الباب ونزل منها شخص واضح عليه الهيبة لابس نضارة شمس. خبط على باب الفيلا عشان تفتح الخدامة وتسأله باستفهام: مين حضرتك؟ جاسر مهران موجود؟ ايوه يا بيه موجود. قولي له خالد السويسي. دخلته، واول ما دخل جوه الفيلا لقى جاسر قاعد وهو قافل عينه بتعب. عشان يقول خالد ببرود: هو البيه نايم ولا ايه؟ فتح جاسر عينه بسرعة وبص للي واقف قدامه باستغراب وقال بلهفة: خالد كويس انك جيت، عرفت مكانها مش كده؟ راح قعد جنبه على الكرسي وهو بيحط رجل على رجله وقال بثقة: لسه، بس خبير الشبكات شغال على الرقم، كلها ساعات ونوصل لمكانه. انا جاي لك عشان نشوف حل تاني لو معرفناش نوصل لمكانهم، عشان كده عايزك تحكي لي كل اللي تعرفه عن صبري بالتفصيل.
اقل معلومه تعرفها. هز راسه وكان هيحكي له، لكن سمعوا صوت حاجات بتتكسر من ورا خالد. لف راسه عشان يشوف بنته واقفه بتبص له هو وجاسر بتوتر، وتحت رجليها فنجان قهوه مكسور، وقالت بسرعه انا اسفه ما كنتش اقصد. قال جاسر ولا يهمك، هنادي حد ينظفها. ابتسمت بتوتر وهي بتهز راسها وتقول بسرعه طب انا لازم امشي عن اذنكم. ومشيت بخطوات سريعه ناحيه باب الفيلا وهي بتشتم الراجل ده في سرها لانه بوظ لها الخطه بتاعتها. عشان تلاقيه وقفها صوته وهو بيقول بشك استني عندك. وسعت عينيها بفزع وهي حاسه بيه بيقرب منها. وقف قدامها وهو ساكت. سكت للحظات، كان حاسس ان البنت دي بتخبي حاجه، وابتسم بهدوء وقال ما تعرفتش بيكي، انا خالد وانتي. حاولت تبتسم وقالت بسرعه انا تهاني عن اذنك. ابتسم وهز راسه وقال لها اتفضلي، ورجع لجاسر وهو بيساله باهتمام مين البت دي؟ جاسر قال بلا مبالاه دي تهاني مرات عاصم اخو رؤى، كانت جايه تقعد مع رؤى. هز راسه وهو بيفكر في البنت دي، احساسه الامني بيقوله انها بتخبي حاجه. لكن جاسر بدا يحكي له كل اللي يعرفه عن صبري عشان يقاطعه خالد ويقول بسرعه قوم حالا غير هدومك هنروح لبنته. هز راسه بسرعه وهو بيجري ناحيه اوضته. شهقت بعنف لما حست بجردل الميه بارد بيتصب على راسها. بصت للي عمل كده عشان تلاقي صبري واقف جنب سريرها، هو بيبتسم بسخريه وبيقول صح النوم يا برنسيسة، مش بيت ابوكي هو، انجري يلا حضري لي الفطار، تنضفي القصر كله، عايزك تشوفي نقابك الحلو اللي نايمه بيه ده فيه. هزت راسها وهو ابتسم بسخريه وخرج من الاوضه. بدات تحاول تعصر الميه عن هدومها وهي بتبص للسما بعيون كلها دموع وتقول برجاء يا رب ساعدني يا رب. دخلت الحمام اتوضت وصلت فرضها وراحت على المطبخ، حضرت الفطار وحطته على الترابيزه عشان تسمعه بيقول بحده ساعه على ما تحطي الفطار. سابته وخرجت من الاوضه وهو بيبص في اثرها بغيظ، نفسه يأذيها اكتر من كده، لكن بالرغم انه بعيد عن جاسر لكن برضه بيخاف منه، لكنه بيكابر. نهد بغيظه وهو مستني سامر يقوله هيعملوا ايه بعد كده. العريس جوه، قالها البلطجي اللي اجره عمرو عشان يجيب له هاني، ونزل لأوضة في البدروم كان حاجز فيها البلطجي هاني. عمرو كان ادى للبلطجي مبلغ كبير كان طلبه منه، هو اي نعم اخده سلفة من شغله عشان يقدر يدفع للبلطجي، بس مش مهم، المهم ان هو ياخد حق روان من هاني. دخل للأوضة عشان يلاقي هاني متكتف على كرسي من الكراسي. اول ما شافه عمرو ابتسم بسخرية وراح ناحيته عشان يقول هاني بذعر انا ما عملتلهاش حاجة صدقني، ما كانش قصدي اموتها. جت ابتسامة سودة متوعدة على شفايف عمرو وبدأ يفك الحبل من حواليه. هاني بيبصله باستغراب وقال ببرود اقف. وقف هاني عشان عمرو يمسكه بعنف ويقول مش انت اللي عملت راجل على مراتي واستقويت عليها وانا مش موجود؟ انا بقى عايزك توريني الرجولة يا عم الدكر. ومسكوا عمرو من هدومه وهو بيشده بعنف لبره البيت، كان بيشد وراه زي البهايم، ووقف قدام عمارتهم ورماه على الارض. وبعت لروان رسالة وقال فيها بصي من البلكونه هتلاقي هديه هتعجبك قوي. لحظات وظهرت روان بتبص لتحت عشان توسع عينيها بذهول لما شافت عمرو وهاني مرمي تحت رجليه وبيبصله بخوف. قرب عمرو منه ولكمه بعنف لكمات متتاليه عشان يتجمع الرجاله حواليهم بيحاولوا يفضوا الاشتباك. صرخ عمرو وقال بغضب يا رجاله الكلب ده حاول يعتدي على حرمة بيتي وانا مش موجود. بصلوا الرجالة باشمئزاز وبعدوا لورا عشان يسيبوا عمرو ينقض عليه زي الاسد الجريح. اداله عمرو علقة سخنة وسابه مرمي على الارض وطلع لشقته. دخل لقى روان لابسة هدومها عشان تستعد انها تمشي وماسكة شنطة هدومها وابتسمت بألم وقالت بحزن شكرا، وراحت ناحية الباب وهي ماسكة شنطتها ووقفت وقالت طلقني. بعد وشه عنها وقال انتي طالق. ابتسمت بانكسار ونزلت منها دموع حزينة. اما هو ففضل واقف على حالته ببرود ظاهري لكن دوبه دموعه الحارقة وقال وهو بيعيط انا اسف يا روان. واللي حصل تفتكروا قصة روان وعمرو خلصت على كده؟ اما الاحداث اللي جاية فمولعة. تهاني خالد شاكك فيها وشكله كده هيجيب قرارها. ويا ترى بقى شاهندة عارفة مكان ابوها؟ اما رؤى فيا ترى ايه اللي هيحصل لها؟ وهتظهر معانا شخصية جديدة اسمها لينا، هنعرفها ونعرف هي مين. كل ده هنعرفه في الحلقة اللي جاية، انتظرونا. لو وصلتم معانا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو منكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.